اوه اوه زبداوي زبداوي زبداوي. قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا؟ قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا؟ ايه ده هم روحوا؟ ده انا كنت بقولها مجازا كده. اقعد يا سمسم، اقعد يا حبيبي. انت داخل تملى وخلاص. هو انت معديم الاحساس والسنس للدرجات دي؟ يا ابني المدرجات فاضيه، مفيش اي جمهور غير الثلاثه بتوع نقابه غزل البنات دول، غير كده مفيش حد. انت بتغني لمين؟ ايه الزبده مولعها؟ الزبده مولعها على الاخر حبيبي يا ابني. الزبده من ساعه ما الماتش بدا وهو واقف في منطقه الجزاء بتاعه الخصم وما اتحركش. طب ما انت تلاقي الخصم واقف في منطقه جزاء. انا مربي ابني على كده. انت تحب حد يقف في منطقه جزاء؟ لو حد واقف في منطقه جزائك هتعمل ايه؟ لا اقف في منطقه جزاءه طبعا. علشان الغلطان بياخد ايه؟ لا بياخد جزاءه طبعا. اهو انت اللي قلت. ده انا اقلع الجزمه وادي نفسي 60 صرمه علشان الوصيه دي تخلص. زبده زبده حبيبي، شوط واقعد عشان الدوالي، ما تجريش. يا الله يا رحيم يا رحيم. ازيكم يا شباب؟ شهية، وانت ليه لابسه كده حبيبتي؟ عشان انا وطنيه مناضله، بحب مصر وبحب اشجع مصر. يا عديم الوطنيه. طب شهية، انت عندك معلومه ان الماتش ما بين نادي غزل البنات وغزل النسيج؟ ايه علاقه ده بالوطنيه؟ ما الغزل ده صناعه مصريه، صناعه مصريه ولا مش صناعه مصريه؟ جاهل. وبعدين مالك نرفز كده النهارده؟ انا ليه ابقى متعصب صحيح؟ حبيبتي بصي على النتيجه، 12-1. يا نهار اسود، احنا بقينا 12 يناير؟ ده انا ما نزلتش الشتوي. يا بني ادم ارفع الشتوي بقى، ما تنزلش. طب انتوا مقتنعين معايا ان انا مبتلى في كل اللي حواليا صح؟ انا مبتلى. هو في سنه ابتلاء فعلا؟ انا مبتلى. انت ما نزلتش الشتوي؟ ما نزلتش الشتوي. النتيجه 12-1 ليهم. احنا جاي فينا 12 جون مقابل جون لينا. حارس المرمى بتاعهم شاط الكوره ايد ورجل، خبطت في زبده ودخل. يعني زبده اللي صنعه؟ انت كلبه صناعي اهداف، انت كلبه هدافه. وادي خلي بالك عايز يعدي ايه العبث اللي بيحصل ده؟ دي مكنه في ارض الملعب ووقف، اقسم لكم بالله وقف بمنتهى الثقه. واكيد الاوردر ده يا جماعه اوكي لسه بقول لحضراتكم ده زبده يا جماعه، رجل كل المباريات، نجم غزل البنات اهو واقف وبياخد الاوردر، بيطمن على الكبده سخنه ولا ساقعه، وهو لازم الحكم يتدخل، واهو والنبي اهو هيديله كارت احمر ولا ايه؟ وهوبا ده بيديله الفكه. يخرب عقلك يا راجل، ده حاسبه يا جماعه. وبصوا الراجل بيطلب التبديل، ده المدرب يا جماعه بيلطم اهو. ايه ده؟ ليه كده بقى؟ ليه كده؟ يعني ايه يطلب دليفري في الملعب؟ يطلب دليفري في الملعب؟ ادي اخر دلعك في الولد. قعدت اقول لك دي مش طريقه تربيه. اتفضل ادي النتيجه. لا انت عندك حق. يعني ايه يجيب دليفري وانا جايب له معايا طاجن محشي بالليه ولوليتا؟ هو ليه ياكل بقى القرف اللي من الشارع ده؟ خلونا في المهم. مرتضى دلوقتي حاططنا في دماغه ومصر يقفل لنا النادي. ليه مرتضى يقفل لنا النادي ليه؟ احنا غلطنا في الزمالك؟ لا مش مرتضى، ده مرتضى التاني بتاعنا العادي. يا عم خضتنا يا عم. طب والتاني ده بقى ليه حاططنا في دماغه؟ احنا عملنا ايه؟ علشان النادي بيخسر وبيكلفنا كتير، والاسبوع الجاي هيتعمل تصويت لاعضاء مجلس الاداره في قفل النادي. طب والحل؟ ان النادي يعمل نتائج ونبتدي نكسب، ساعتها الاقي حاجه اقدر اقنعهم بيها. معلش هكرر حاجه بسيطه بس. طب والحل؟ ايه ده؟ اعيد الاجابه تاني يعني ولا ايه؟ سمسم تعالى ورايا. شايفه اللمعه اللي ظهرت في عينين ابو دي؟ اللمعه دي لما انا بشوفها بعرف ان احنا هنتروق. عن اذنك. لا اله الا الله. غزل البنات يا اموره. عندك لب؟